عملنا عملية الورم الليفي والعملية تمت بنجاح، هل بيحصل بعدها حمل يا دكتور ولا لا؟ طب بص يا محمد، هو الخوف من الاورام اللي فيها للاسف برضه في دكاتره بتقول الكلام ده. احنا ناس كتير يقول لك ان الاورام اللي فيه حتى لو شلته وسبت الرحم فالرحم باظ. ده طبعا معلومه غلط تمام. الاورام اللي فيها عضله الرحم بتكون زي ما هي سليمه زي ما هي. الاورام اللي فيه بيبقى عامل بالظبط زي ما يكون حاجه اتزرعت ما بين العضلات بتاعه الرحم. فانا دوري وانا بشيل الاورام اللي فيها ان انا بدخل بسلك عضلات الرحم واحافظ عليها نسيجها مظبوط تماما زي ما هي. اطلع الورم الليفي ده، ارجع عضلات الرحم لمكانها تاني، عضله الرحم رجعت لوضعها الطبيعي. هل ده بيضعف عضله الرحم؟ اه طبعا ممكن يضعف عضله الرحم شويه. انا مش هجيب الجلد السليم لما تجرحه ويتخيط هيلم، بس بيلم بيسيب مكانه علامه شويه. فالعلامه دي بتبقى نقطه ضعف في عضله الرحم، اي نعم. بس هل هي نقطه ضعف لدرجه ان ما يحصلش حمل؟ لا طبعا. ما الفتح القيصري ما هو جرح في الرحم. اللي بتولد القيصري ما ينفعش تحمل تاني؟ تحمل تاني، وبتشيل حمل عادي وبتكمل حملها لحد التاسع وبتحمل تاني وتالت ورابع. ولدنا قبل كده 8 قيصريات. هي الفكره كلها بس ان انا ازاي احافظ على عضله الرحم وانا بشيل الورم الليفي، مش قصه ان انا بوظت الرحم. حالات كتير زي ما قلت لك احنا شايلنا الاورام الليفيه. شيلنا لها، كان في حاله انا شايل لها 45 ورم ليفي مع الولاده. مش هقول لك ان هي حتى ما عرفتش تحمل، ده حملت بيهم وكملت بيهم. الحاله دي جات لي حامل تاني مره بعدها ب6 شهور من الولاده، وكان حملها سليم سليم ولذيذ وفل. يعني ولدت فتحت قيصري واتشال منها 45 ورم ليفي مع الولاده، وحملت بعدها ب6 شهور وحملها كمل وولدت. فانت بتخيل الاورام اللي فيها طالما اتشالت صح والتدخل معاه تم مظبوط وفي ميعاده المظبوط وبالطريقه المظبوطه، الرحم سليم تماما وما ياثرش خالص على فرص الحمل. بالعكس انا احيانا بزود فرص الحمل، لان فيها اورام ليفيه لو جه في مكان معين ممكن تقلل فرص الحمل. فاللي بيدور على حمل وعنده اورام ليفيه، لو الورم الليفي ده اكتر من 5 سم، لو سمحتي شيليه قبل ما تحملي، عشان حتى لو حملتي ما يبقاش حمل صعب.